اللي اتفرج على مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هيعرف إن في شخصيات كتير قوي مؤثرة في حياتنا، زي الحاج إبراهيم سردينة كده وفهيم أفندي وفاطمة كشري. بس يا أبو حميد خلينا نروح لواحد تاني خالص غيرهم، طيب الذكر سيد كشري، اللي في يوم نصح عبد الغفور البرعي الراجل الغلبان وقتها صبي المعلم سردين، وقال له بالك لو فرشت في الوكالة يوم أجازتك هتكسب 2 3 جنيه، اللي هو عبد الغفور البرعي بياخدهم في أسبوع، وشغل من أول النهار لغاية آخر النهار. غفور البرعي سمع النصيحة وطبقها على طول، والموضوع كبر معاه واحدة واحدة وبقى عنده محل، وبعدها السوق كله بقى بتاعه، وسيد صاحب النصيحة زي ما هو، وفي الآخر اشتغل عند عبد الغفور البرعي. هنا بقى يجي يا أبو حميد السؤال المهم، لما سيد كشري كان عارف إن الموضوع ده بيكسب ليه ما عملهوش لنفسه؟ يعني يا سيد يا كشري أنت عارف السكة وبتنصح الناس بيها، بس أنت مش قادر تنصح نفسك. بص يا أبو حميد، الخوف من التجربة خلى ناس كتير تتأخر عن تغيير حياتها للأحسن. دايما اللي جازف وجرب هو الكسبان، واللي خد النصيحة وطبقها هو اللي وصل. في ناس عندها موهبة تقدم النصيحة للغير وتحسهم حكمة عندهم خبرة السنين، بس لما يجوا يطبقوها على نفسهم الخوف هو اللي بيكسب. كأنهم بيدوك الوصفة الصح بس ما عندهمش أدوات الطبخ بتاعة الوصفة دي. يعني من الآخر يا أبو حميد، اوعى تكون زي سيد كشري عارف الطريق بس خايف تجرب. خليك زي عبد الغفور البرعي اللي جرب وخسر وكسب، بس في الآخر هو بطل الحكاية. فكرة إن ناس تقدر وناس ما تقدرش مجرد وهم. النجاح عمره ما كان موهبة بس أو ضربة حظ، النجاح قرار وإدارة. اللي يختار يكمل مهما كانت الصعوبات هو ده اللي هيوصل في الآخر. لو فضلت خايف عمرك ما هتعرف تتغير. المخاطرة المدروسة هي مفتاح النجاح، بس الخوف يا معلم هو اللي بيقفل الباب. فكر وجرب وخليك جري لحد ما تبقى انت بطل الحكاية.